تحياتي لكل المحبين وكل الداعمين على قناتي على اليوتيوب. إن شاء الله بتكونوا بألف خير جميعا. اشتقت لكم جميعا. ممنونة لكم لكل الناس اللي عم يعلقولي وكل الناس المتواجدين بشكل دائم من أول ما فتحت القناة لهلأ. اليوم بدي أحكي قصة وعبرة. طبعا بعد يعني الشيء اللي صار بسوريا، ما بدنا نقول هروب أو سقوط أو إلى آخره، يعني المصطلحات اللي نحن صرنا بنعرفها وحافظينها وإلى ما هنالك. أكيد يعني صار في أخطاء وصار في أمور خارجة عن المألوف، وصار في كمان قصص إيجابية، ولكن اليوم يمكن لساتنا بمرحلة النهوض، واللي لازم نكون فيها كلياتنا سوا. الأمور عنا يلي عم يسأل الأمور عنا بالساحل، الأمور عنا بالساحل منيحة، ولكن هناك بعض يعني المخاوف، الناس يلي انفصلت من دوامها، والناس اللي كانت عقود وما تجددت، والناس اللي نأمل إذا صار في حكومة جديدة فنحن الجميع يرجع على عمله ولا شغله، ويكون فعلا منتج بالمجتمع وليس عبء على المجتمع وكلياتنا. طبعا وأنا أول مع هذا الشيء، بعيدا عن الوساط، بعيدا عن المحسوبيات، بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن كل شيء. في قصة وعبرة صارت بإحدى المدارس عنا. طالب وطالبة تقريبا بالصف الثامن، يعني عمرهم بين 13 ل 14 سنة. فالطالب عم يسأل رفيقه وعم يقول له أنا بعرف يعني شامي، وأمك من الساحل السوري، فأنتو كيف أبوك من الشام وأمك من الساحل؟ طبعا يعني الجيل اليوم عم يفهم الأمور بمسمياتها، إنه فلان يعني للأسف من هالكلمة فلان سني وفلان علو. فجاوبوا الطالب الثاني، شوفوا قد ايه ذكي، قال له البابا سوري والماما سورية، نحن ما تعلمنا نكون من أي بلد تاني غير إنه سوريين، وما في شيء اسمه طائفة. قال له طيب يعني أمك كانت من اللاذقية، يعني أنتوا اللي كنتوا حاكمين وسلطة وهيك، وأبوك يعني ما كان شيء، وهلأ انعكست الصورة. قد ايه أبوك شايف حاله بهي الطريقة يعني على أمك؟ قال له الماما بتصلي والبابا بيصلي، الماما بتصوم، الماما بتصلي والبابا بيصلي، الماما بتصوم والبابا بتصوم، الماما بتعلمنا بالقرآن الكريم والبابا بيشرح لنا آيات القرآن الكريم، ونحن عيلة وعايشين ومنحب بعض، والبابا بيحب الماما والماما بتحترم البابا كتير، ولا مرة تخانقوا مع بعض، ولا مرة وجهوا كلمة بشعة على بعض. وحتى بعد سقوط النظام ما صار شيء إلا أنه تمسكوا ببعض، أو الأمر يعني بكل يعني بكل طبيعة، كان الأمر بالنسبة لهم جدا عادي، ما تأثروا بشيء، لأنه ما عندهم ارتباطات سياسية ولا ارتباطات عسكرية بأي حدا. فاللي عم يسمع الحديث هي معلمة المدرسة، قالت له للطالب حبيبي أنت كم أخ عندك؟ يعني أبوك كم ولد عنده؟ قال لا البابا ما عنده غيري، الماما ما جابت غيري، أنا وحيد، وأنا كنت بحب كتير 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 إنه يجيني أخ كرمال سميه وطن، كنت حابب يجيني أخ سميه وطن، بس ما إجاني أخ، ولكن نحن عيلة مع بعض نحب بعض كتير، وكمان بحب بيت جدي وبحب بيت ستي وبحب
آه، بيت جدي أهل البابا، وبيت ستي أهل الماما، وبيت جدي أهل يعني بيت جدي من الطرفين. وأنا ولا مرة فرقت أو قلت أنا بحب هدول أكتر من هدول. واللي بدي أقولكن إياه اليوم إنه كل شي عم يصير من إيدنا، ونحن طالما عم نحكي بهي المواضيع بحياة ومجتمعنا ما رح يتقدم، لأنه الغرب هيك بده نتناحر بين بعض طائفيا حتى لو نحن عائلة وحدة. فشو رأيكم بهالطالب الرائع العظيم؟